حذرتك قبل كده. ما سمعتيش كلامي. واديكي دلوقتي متهمة في جريمتين قتل. بس انا ما قتلتش حد. انا عارف، بس عرفتي واحد قاتل، عرفتي معاه قدام الناس. ممكن يصدقك دلوقتي. هو انتوا انا مش قادر ابني ناس اكتر من كده. حسين انا فاكر ان عمك هيحميكي مني. انت هتتكسر. ناس كتير اقسم بالله. انت مش فاهمه انا ايه جوايا. سيبها، خلي كلامك معانا. ده انا بحلم. لا، ما بتحلمش على حاجه. ده طلع شجاع فعلا. ماشي يا عم البطل، تحب اعدلك لستة الجرايم اللي انا هوصلك بيهم لحبل المشنقة ولا انت عارفهم؟ ما عملتش حاجه غلط، انا كنت بدافع عن نفسي، بدافع عن حياتي. ده شيء. طب ودكتورة سعاد مندور؟ دي بالذات انا ما قربتش ناحيتها. فعلا؟ طيب تعالى معايا ونشوف الكلام ده مع بعض. صح يا يوسف، انت لازم تروح معانا. احنا كده كلنا تقريبا رايحين في 60 داهية. اهلا، ازيك يا دكتور ايمن؟ وايه بقى؟ لسه في حد تاني في اي حته هيطلع لي فجاه ولا ايه؟ انت لسه شجاع، صدقني. برافو، حقيقي برافو، شيء في منتهى الجمال. نزل مسدسك يا حسام. انت رجعت بدري، شكلك لغيت المؤتمر بتاع انسحاب. انا ما رحتش الحمام. كويس، تبقى صرفت نظر. كنت عند حافظ مشهور. المستشفى؟ ايوه. وايه اللي وداك؟ هو اللي طلب يقابلني مع انه بين الحياه والموت. ما هنش عليه يودع الدنيا غير ما يقول الحقيقه. حقيقة ايه؟ حقيقة اللي بيخوني من جوه حملتي يا دكتوره. وقال لك؟ ايوه. انت يا نسمه. قال ان انت اللي سربت خبر رباب لما كانت عندنا في الحمله. انت صدقته؟ ما كنتش هبقى قاعد بسألك دلوقتي. انا مش متهمة عشان ادافع عن نفسي، ده كلام فارغ على فكرة. انت متأكدة؟ انت بتشك فيا يا رأفت؟ مشكلة حافظ مشهور ومثله في نفس الوقت انه راجل امناجي قديم ما بيتكلمش ابدا من غير دليل. وللاسف انا سمعت الدليل بودني. المكالمة اللي انت عملتيها للراجل اسمه رفيق اللي بيشتغل مع يوسف رمزي، وبلغتيه فيها ان رباب عندنا في الحملة. لو تحب اسمعك المكالمة دي انا ممكن اسمعها لك. انا اسف فندم على اللي حصل، بس انا مش فاهم انت ازاي مأمن لواحد زي ده؟ انا ما بآمنش بحد. طب ليه سايب مجرم زي ده مطلوق كده في بيتك؟ تفتكر ليه؟ اوعى مصدق انه فقد الذاكره والجو ده. شوف يا حسام،
عايز اقول لك ان انا بقالي فوق السنتين قافل بابي عليا ومنعزل عن العالم. لا جرايد بقرا ولا تلفزيون بشوف. ولما صحيت النهارده الصبح على مجيه هاله قلت ابص على الدنيا اشوف فيها ايه. لقيت مرشحين الرئاسه بيقتلوا بعض في الشارع. تصور. انا مش فاهم ده ايه علاقته بالمجرم اللي عندك فوق؟ المجرم اللي عندي جوه ده هو مفتاح الفوضى اللي بتحصل في البلد كلها. ده مش كلام انشا. الولد ده وراه بلاوي مسيحه. طيب يبقى ده سبب ادعى ان احنا ناخده عندنا في الجهاز، مظبوط؟ أنهي جهاز؟ الجهاز اللي متعلق في الهوا؟ ويا عالم بعد الانتخابات هيبقى مع مين وضد مين؟ يا فندم ما تقولش كده. احنا ما بنخدمش حد، احنا بنخدم البلد. سعادتك اللي علمتنا كده. أنهي بلد؟ بلد حافظ مشهور؟ ولا مجدي عبد العزيز؟ ولا رأفت الراوي؟ الولد ده لازم نعرف بيشتغل مع مين وضد مين. وعشان كده لازم يبقى تحت عينينا على طول، بدل ما الحقيقة تضيع معاه في الجهاز زي ما حقائق كتير ضاعت قبل كده. الحقيقة مش مقتنع. إن شاء الله ما اقتنعت أو عندك جوه. إذا حبيت تخش تاخده خده، بس مش هتطلع بيه من هنا غير على جثتي. ما تقولش كده يا فندم، العفو. الحقيقة أنا كنت عايز منك شوية حاجات لما جيت لك المكتب. أمرني يا فندم، حاجات إيه؟ أولاً عايز كل ورقة اتكتبت عن حادثة يوسف رمزي اللي مفروض إن هو مات في حادثة عربية الأسبوع اللي فات. حاضر يا فندم. تشوف لنا بقى كل حوادث سرقة العربيات اللي اتسجلت يوم الأخ ده مع عمل الحادثة. عايز ملف المطربة اللي اتقتلت من 10 سنين اللي اسمها شكل. اشمعنى يا فندم؟ انت ما تعرفش ان هم قضوا ليلة في مزرعة عسكر في الطريق الصحراوي، وان العربية اللي موجودة بره دي تبقى عربية واحد من رجالة فارس عسكر. لا ما اعرفش. عشان ظابط خيبان. في حاجة أخرانية هطلبها منك. آلة. مالها؟ تجيب لي كل الورق بتاعها من السكن اللي كانت فيه، وبالذات الباسبور. هتعرف ولا ادور على ضابط اشطر؟ حاول. والله العظيم انا كان قصدي احميك. تحميني من ايه؟ من ان اعرف سر المؤامره المعمول عليا؟ السر اللي كانت رباح هتكشفه لولا بعتوا خدوها في عربيه اسعاف. او كانت جايه تلبسنا مصيبه زي ما عملت وطلعت في التلفزيون وقالت انك انت كنت هتموتها. مش يمكن عملت كده عشان حست ان احنا بعناها من غير ما نديها فرصه؟ ما اديناهاش فرصه تاني هتدافع عنها؟ ما تقلبيش الترابيزه وتوجهي لي التهمات. اللي انت عملتيه ده اسمه خيانه. واللي انت عملته كان اسمه ايه؟ انا ما ضحكتش عليك ولا انكرت، ولما طلبت الطلاق انا ما اعترضتش لانه من حقك، ومن ساعتها كل اللي بينا شغل وبس. لكن الواضح انك انت مش قادر تفرقي بين الاستاذه الجامعيه اللي عندها شغل تعمله وبين الزوجه اللي عايزه تنتقم. انا عايزه انتقم منك. امال رفعت تميم ليه وانت عارف انه بريء وما عملهاش؟ كنت بتداري على اثار الجريمه مش كده؟ انا غلطت معاكي مرتين. مره لما خنتك وضيعت ثقتك فيا، والمره الثانيه لما تخيلت اني ممكن اعمل لك بعدها. هتريكي راجعه تردي لي القلم 10. انا يا رأفت مفيش داعي نوجع بعض اكتر من كده، وما اعتقدش ان احنا هنقدر نكمل من غير ثقه بينا. عموما اشكرك يا دكتوره على تعبك معايا. تقدري ترجعي دلوقتي وتكملي اجازتك. يا يوسف، يا يوسف، هما ايه هيسيبونا نمشي ولا ايه؟ مش عارف. يعني ايه؟ هنروح نتنقل نقعد في اي اوتيل قديم تاني؟ ايه يا ايمن؟ هنقعد في اي مصيبه. ان شاء الله نروح شقه ونأجرها باسمك عادي اي حته. لا يا عم، انت عايز تعمل فيا اللي اتعمل في ضيف؟ خلاص يبقى اسكت وسيبنا افكر. طب انا جعان. على فكره يا فندم احنا يعني لو هنعمل لسيادتك اي مشاكل احنا ممكن نمشي دلوقتي حالا. تمشوا تروحوا فين؟ انتوا هتفضلوا مرزوعين هنا لغايه لما نعرف ايه حكايتك بالظبط. معلش حضرتك، هو حسام بيه اللي واقف تحت ده هنعمل فيه ايه؟ الظابط اللي تحت ده تلميذي.
ينفذ اللي اقول له عليه من غير مناقشه. امال ليه يعني كان داخل سنن سنانه علينا قوي كده؟ يعني سعادتك واثق فينا لدرجه انك تقعدنا في بيتك؟ انا ما بثقش في حد، انما كمان ما بتصرفش الا بناء على معلومات ومن اكتر من مصدر. ايوه بس برضه يا فندم انا خايف نعمل لسيادتك مشاكل يعني افرض الناس اللي بتطاردني دي قدروا يوصلوا لي هنا. هنا امن مكان ممكن تقعدوا فيه، ولو حسيت العكس انا هتصرف. المهم انك انت تكون امين معايا وتقول لي على كل حاجه. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. سوري يا مدام ان احنا بعتنا نجيبك في وقت متاخر كده. ما تعتذرش خالص، انا اللي طالبه اقابلك من اخر مره كنا فيها هنا، ودايما الرد يا مشغول يا مسافر. ده القلوب عند بعضها بقى. القلوب مش عند بعضها خالص، وعايزه اعرف انت هتفضل محدد اقامتي لحد امتى؟ هو انا مسجونه ولا ايه؟ ايه يا مدام في ايه بس؟ انت لا مسجونه ولا محددين اقامتك، انت ضيفه عزيزه علينا. ضيفه غصب عني، يعني مسجونه. ما هو كمان ما كانش ينفع اسيبك تسافري وانا كنت متاكد ان انا ممكن احتاج لك تاني. تحتاج لي تاني في ايه؟ يوسف كان عندنا لحد النهارده الصبح وهرب. انا عاوز اعرف بقى هو راح فين. ومين بقى اللي ضحك على حضرتك وفهمك ان انا معايا خط سيره؟ انا متاكد انك ما تعرفيش. امال عايز مني ايه؟ ما هو لو امه ما تعرفش يبقى اكيد ابوه يعرف. ايوه ابوه. انت الوحيده اللي عندك وسيله الاتصال بيه. شفتي بقى انا ليه خليتك عندنا هنا شويه؟ هو ما يعرفش ان انا على اتصال بيكم. خايفه منه؟ طبعا. خلاص حضرتك تديني رقم التليفون اطلعي انتي بره الصورة خالص. ما بيردش على ارقام ما يعرفهاش. طب اعمل ايه بقى؟ ما باليد حيلة. يبقى حضرتك هتكلمي في التليفون وما تخافيش انا هحميكي. انا على فكرة معرفة قديمة وفي جمايل ما بينا واكيد هيعمل لي خاطر. بيتهيألي الوقت لسه نهار في لندن، يعني مفيش ازعاج ولا حاجة، ولا ايه؟ عاش من سمع صوتك. كان المفروض اجي لك لندن الاسبوع اللي فات لكن لا عارف كمان ان فارس عسكر واخدك عنده رهينه. انا لسه حالا كنت بقول له ان دبة النملة مش بتخفى عليك. مش هو قاعد جنبك دلوقتي وعايز يكلمني؟ طيب اديهولي. هو لازم واسطة يعني عشان اكلمك؟ شو وقت الكلام ده يا فارس؟ كلام اليومين دول في التليفون مش امان عموم يعني. انا راجع مصر الاسبوع اللي جاي، هنبقى نتقابل ونتكلم. لا اسبوع كتير قوي، انا مش هقدر استنى. لا هتستنى، انا عارف انت عايز ايه. اصبر بس لغايه لما يحين الوقت. انت عارف مكانه؟ كلام خلص، هنكمله لما نرجع. وهتعرف ترجع؟ البلد حالتها بقت كرب. طبعا هرجع. صحيح هلا بتفوضى، بس الفوضى كمان عايزه حد يحكمها. لقوا عربيتك يا منتصر؟ لقوها يا باشا.
في ضابط من الامن الوطني جه عشان يرجعها بنفسه وطلب يقابل سيادتك. ما قالش عاوز ايه؟ ما قالش يا باشا. خليه يتفضل. طيب انا كده بايظ، اقدر امشي؟ لا، انا لسه محتاج لك. هتحتاجني في ايه تاني؟ كل اللي طلبته مني عملته لك. وانت اخدتي كل اللي طلبتيه مننا وقبضتي الثمن، وانا لسه ما خدتش اي حاجه منك. اتفضلي يا هانم. منتصر، خلي محمد يرجعها مطرح ما جابها. محمد في انتظارك بره يا فندم. حسام باشا، فارس بيه في انتظارك جوه. والله يا باشا انا مش عارف اشكر سيادتك ازاي على العربيه. ولاد الحرام ما خلوش ولاد الحلال حاجه. اتفضل. بكل اسف، معرفش ده ولا ده. جديدة. ده أول واحد ينكر معرفته بالاتنين. لأن هي دي الحقيقة. طب سيبك من ده. ده عمرك ما شفته قبل كده؟ معرفوش. غريبة. أنا مش فاهم إيه حالة الاستغراب اللي حضرتك فيها دي. ما أنا قلت لك إن أنا معرفهمش. سعادتك التحريات اللي عندي بتقول إن الشخص ده زار أخوك زياد عسكر في السجن امبارح الصبح بطاقة مضروبة. طب وأنا مالي؟ السؤال ده مش ليا أنا. السؤال ده توجهه لزياد في السجن. حتى لو هو ده الشخص اللي سرق عربية الراجل بتاعك منتصر. طب وده يدل على إيه؟ قول لي أنت بقى. أنا ما أقولكش. أنا ما عنديش أي تفسير. يعني الشخص ده ما كانش عندك في مزرعة الصحراوي؟ شوف سعادتك، لو في أي اتهام مباشر ليا يا ريت توجهولي بصفة رسمية. أنا الحقيقة لسه راجع من السفر وتعبان ومرهق جدا. حضرتك شرفتني ويا ريت تبقى تكررها تاني. طبعا هتتكرر. شرفت. مع السلامة. أنا آسف جدا لو كنت أزعجتك. مفيش حاجة. بعد إذن سعادتك. أيوة يا منتصر، كلم زياد وخليهم يحولوه على مستشفى السجن وتتمنع عنه كل الزيارات، وخصوصا إذا كانت الزيارات دي من أي جهة أمنية. مفهوم؟ لسه حيران؟ تكلمي عن ايه؟ كنت قايل انك بتفكر تنسحب من الانتخابات. ايوه مظبوط، لكن مش بس حيران، انا لسه واخد خنجر في ظهري. انما ايه؟ عجب. من مين؟ حد عندي في الحمله بعني اللي بينافسوني، اكتر حد كنت بامن له. اهلا بيك، بقينا 2. يظهر ان السياسه مش عايزه تسيبنا في حالنا لحد ما تقضي علينا وتخسرنا كل اللي بنحبه. طب اللي بيحب حاجه يستحمل اذاها، انا بقى ذنبي ايه؟ عندك حق. لسه مصر على السفر؟ اجلت شويه، قلت اشوف يعني هتكمل ولا هتسافر معايا. بصراحه زي ما انت قلتي لسه حيران. طب لو هتكمل يعني تامر كان عايز يقابلك. تامر بتاع الصور؟ ايوه، احنا بنتكلم عادي صحاب يعني، بعد المشكله اللي حصلت ما بيننا. هو كان قايل لي عنده حاجه ممكن يساعدك بيها في الانتخابات. حاجه ايه يعني؟
ما سألتوش. وما جاليش على طول ليه؟ بعتك تتوسطي له؟ لا هو كان هيكلمك، قال قلت له استنى، قلت اشوف يعني هتنسحب ولا لا، بس واضح لحد دلوقتي انه لا. خلاص خليه يعدي عليا بكره الصبح في الحمله نشوف. وانت بقى خلي بالك على نفسك، ما تقلنيش لحد. ما تخافش عليا. والله هخاف على مين؟ المفتاح لسه معاك؟ معايا. انت قلت لي انك افتكرت مكان عوام على النيل. مظبوط. وما قلتش الكلام ده لفارس عسكر ليه؟ عشان لو قلت الكلام ده لفارس عسكر، فارس عسكر مش هيبقى محتاجني في حاجه، ولما بقاش محتاجني في حاجه هيخلص عليا. تفتكر لو رحنا المكان تقدر تتعرف على العوامه؟ بيتهيألي لو ما اتغيرش كتير عن زمان اكيد هفتكره. خلاص بكره الصبح هنطلع على الكورنيش نعدي رايح جاي وندور عليه. انت تعرف صحفي اسمه رجب الشل؟ وانا بقلب في الكراسه بتاعتك لقيت ان ده اخر اسم. ما تفتكرش انه صحفي مثلا؟ بيتهيألي كده، بيتهيألي عمل كتاب اسمه فوق القانون. هو انت كل اللي تعرفهم كده؟ كده ازاي يعني؟ واحده اتقتلت وواحد اختفى. اختفى؟ ايوه، رجب الشال الصحفي المعارض اختفى من 12 سنه من شقته في العجوزه، ولغايه دلوقتي مش لاقيين له اثر. الشيء الغريب ان اشمعنى ده بالذات ساعتها اتهموا النظام فيه، يعني مع ان في صحفيين معارضين كتير. نظريه المؤامره بقى اشتغلت. السؤال بقى اشمعنى هو بالذات؟ والسؤال ده اجابته عند حضرتك؟ الاشاعات جاوبت عليه، قالوا ان هو على خلاف مع شخصيه كبيره. خلاف على ايه يعني؟ هيكون ايه يعني؟ زمان نابليون قالها، شخشيلة فم فتش عن المرأة. بيقولوا لي انك بقيتي احسن دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله. يعني بكره هنخرج من هنا مع بعض الصبح. على فين؟ اتهامك الصريح لرأفت الراوي في التلفزيون هخلينا نفتح مع بعض صفحه جديده. هنخرج من هنا مع بعض وهنروح مكان محدش يقدر يوصل لك، وهننسق مع بعض على مدار اسبوع كده ظهورك على التلفزيون، وبعد كده تركبي الطياره وتروحي اي حته انت عايزاها. سيبك بقى من المشاكل دي كلها. والمفروض بقى ان انا اصدق الكلام ده. طبعا مش بس كده، حطينا في حسابك $500,000 جنيه، يعني ده يطمنك ويحط في بطنك بطيخه صيفي. بجد يا رفيق؟ يعني كل اللي فات مات واتدفن كمان. منور يا استاذ رجب. ده نورك يا فندم. ايه يا عم الكلام الجامد ده؟ ده انت مشرح النظام من اكبر راس لاصغر راس. ايه مش خايف ولا ايه؟ الخوف ده كان زمان، وبعدين دي يعني كلها مجرد مقالات اتنشرت في جرايد معارضه، بس ما حدش كان مديلها ودن. السلطه انفصلت عن الجماهير بقالها كام سنه كده، واحنا كلنا بربطه المعلم بندن في مالطه علشان ناخد ثواب الجماعه. بس مش اي معارضه، مش اي معارضه حراقه بالشكل ده. بيقولوا عنك يعني ان انت متحامي في اسمك وسمعتك والناس الثورجيه اللي بتحبك. يا سيدي الصيت ولا الغنى. محدش واخد منها حاجه، وبعدين يعني الكفن اصله ملوش جيوب. تصور ان لغايه دلوقتي ما عنديش عربيه واني بركب ميكروباص. ليه؟ عشان تبقى يعني قريب من الناس؟ لا ابدا، علشان الفلوس بتشوفني من هنا بتجري على الناحيه التانيه. طب يا سيدي ربنا يديك ويدينا. لا بس من غير مجامله، حقيقي صحيح انا قريت الكتاب بنفسي وحاجه جميله جدا، بس مش شايف انك مزودها شويه مع اللي اسمه عفيف الشاذلي ده؟ ولا انا بيتهيألي؟ شوف حضرتك، انا ما بحذفش حرف من اللي كتبته، واذا كان الموضوع ده هيعمل لكم احراج فانا يا سيدي ولا احراج ولا حاجه، واذا كنت انت ما بتخافش فاحنا ما بنخافش برضه، وبعدين ما تنساش ان احنا اللي كلمناك بنفسنا وطلبناك بالاسم. وده في حد ذاته غريب ومريب. انا بقالي 20 سنه بشتغل في الصحافه والنشر، وعارف كويس قوي انها شغلانه يعني مش مربحه لدرجه فندق 5 ستارز زي دوت يعني. ربنا يزيدكم ويبارك، يعني انا مش بحسد،
بس يعني ايه اللي يرميكم على شغلانه فقريه زي دي؟ عشان احنا ما بنبصش تحت رجلينا، احنا دايما بنبص للمستقبل. دار النشر دي واحده من ضمن شركات كتير قوي، ولو انت شايفها مش مربحه دلوقتي قدام هتبقى مربحه ان شاء الله، خصوصا لو جوده الكتب بالشكل ده. وجايين من اولها كده تخبطوا في النظام؟ مسؤوليه الكتابه على الكاتب مش على دار النشر، احنا مجرد وسيط بينك وبين القارئ. خلاص على البركه، بس من غير ما يتحذف حرف. اتفقنا. وده يا سيدي بروفا الكتابه اهو، راجعها بنفسك وتاكد ان احنا ما حذفناش حاجه. ودي نسخه من العقد وشيك باول دفعه، اتفضل. والعقد اهو، شوف تحب نمضي امتى؟ والله يعني انا افضل بعد بكره في شقتي في العجوزه. انا مش حمل مشوار لفنادق ملزقه زي دي. ماشي، بعد بكره الساعه 9 ان شاء الله هكون عندك. حضرتك شاهد الحملاوي مش كده؟ ايوه، انا اللي من امبارح بزن عشان اقابلك. تحت امرك. خير؟ مش خير طبعا، انت اللي عفيف زقك على رجب مش كده؟ عفيف مين يا فندم؟ ما تستعبطش، عفيف الشاذلي. الكلام ده جايلي من حد شغال معاه. واضح ان في سوء تفاهم. بلغ عفيف ان كل اللي بيعمله ده مش هيخليني ملكه، مش هيشتريني ولا هيخليني اطلع رجب من دماغي، فاهم؟ بلغه الكلمتين دول من فضلك يا استاذ مراد. انا مش فاهم اي حاجه، عن اذنك. دي شكه ان عفيف الشاذلي هو اللي زقني عليه. بقول لك ايه من الاخر، لو ما خلصناش النهارده كل الفلوس والمجهود هيروحوا على الفاضي. يا راجل الستات دول عليهم حركات. بقى واحدة زي شهد تسيب واحد زي عفيف بكل العظمة بتاعته اللي معفن زي رجب؟ الحب القلب وما يريد. وبعدين واحدة زي شهد دي مش محتاجة هيلمان عفيف في حاجة. دي واحدة اتجوزت بدري وجوزها مات وساب لها ملايين ما تتعدش. ما تشوفش مزاجها ليه بقى؟ هو مزاجها ما قفلش غير عليه ده؟ زي ما مزاجه ما قفلش غير عليها من دون نسوان العالم كله. وبعدين اللي انت ما تعرفوش بقى ان رجب الشيل ده هو حبها الاول. دي قصة طويلة جدا، بس اهلها رفضوه واختاروا العريس الغني، عشان كده هو كمان ما اتجوزش. يلا يا دوب نص ساعة وتحصلني على فوق. ايه بقى؟ هو احنا مش كان ميعادنا بكره ولا ايه؟ معلش اصل في الحقيقة جات لي سفرية مفاجأة، لازم اطلع امستردام الصبح، قلت لازم نمضي العقد قبل ما اسافر. حظك كويس اني ما خرجتش، بس لاحظ ان لسه ما راجعتش حاجه. يا سيدي راجع البروفا براحتك، المهم نمضي العقد ونتفق على كل حاجة. ماشي، حس كده بقى لحظه واحده. الو زنكروني، بقول لك ايه، كيلو مشكل بقى على مزاجك كده وحياة والدك علشان عندي ضيوف، وهات لنا نص طرب. ها مستنيك، ما تاخرش عليا. سلام. انا شايف ما كانش له لازمه التعب ده. لا معلش، شرفتني، يبقى تاخد واجبك. وبعدين يعني انت جاي تنفعني وانا في النهايه راجل مش بخيل. طيب ماشي، مش نمضي العقد بقى؟ ماشي. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. رجب سعد الشال. مبروك يا استاذ رجب. الله يبارك فيك. ايوه، يعني انت دلوقتي يوسف رمزي ولا ممدوح داغر ولا مراد الشيشي؟ ما اعرفش، ممكن اكون كل دول وممكن ما اكونش ولا واحد فيهم. لا يوسف، انت كده هتهبلني. انا كل ما احس ان انا فهمت حاجه بتحسس ان انا ما جيتش اصلا. رجب الشيل فعلا مختفي من 12 سنه، وكتابه الاخراني اللي انت بتقول عليه ده ما اتطبعش اصلا. يعني ايه؟ يعني ما فيش كتاب نزل السوق اسمه فوق القانون؟ لا استنى، اخواته حاولوا ينشروه على حسابهم بس واضح انهم ما عرفوش.
كمان اتلخموا في موضوع اختفائه الغريب ده. استنى كده، بيقولوا اخر مكالمة عملها كانت للمطعم اللي بيطلب منه دايما، وقال ان عنده ضيوف. الولد اللي جه يوصل له الطلبات ده ما لقاهوش، ومن ساعتها وهو مختفي. الله يرحمه مات جعان. على فكرة ده اختفى، ممكن جدا يكون عايش. هو ايه اللي عايش؟ انت بتفكري ازاي؟ هيكون عايش ازاي؟ انت بتقولي مختفي من 12 سنة. انا عايز اعرف بس هو اختفى امتى بالظبط، يعني عايز اعرف اليوم. 25 أغسطس 2002. يوسف، في حاجة غريبة. بيقولوا إن عفيف الشاذلي مسجون بتهمة التربح، وهو في السجن طلق مراته عشان يبقى لها ذمة مالية منفصلة. عارف مراته دي مين؟ مين؟ شهد الحملاوي. حضرتك شهد الحملاوي مش كده؟ أيوه. بيقولوا مخلف منها ولد وحيد اسمه علي، وعنده دلوقتي 8 سنين. ايه يا جماعه، جاهزين؟ شيكتي على حسابك في البنك؟ كله تمام، الفلوس موجودة. تسألي كل مليم فيها. هي دي العوامل. ثانية واحدة وجاي. تحب حد يجي معاك؟ لا، افضل ابقى لوحدي. ايه المكان ده يا رفيق؟ وايه المشمع ده؟ عشان النظافة. نظافة؟ أصل الدم مهما بتنضفي فيه ما بيطلعش. ها؟
طب اجي معاك. طيب باشمهندس مجدي، حضرتك في زياره لحافظ مشهور؟ بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيوة يا ابني، لأن زيارة المريض صدقة، وده روح التنافس الشريف بينا. حضرتك تتوقع انه يكمل تنافس ولا ينسحب بعد محاولة اغتياله؟ نعم. حضرتك تتوقع منه التنافس ولا الانسحاب بعد الاغتيال؟ ما تسألوه هو السؤال ده. أنا يعني جاي أزور وأمشي على طول وأدي واجبي. في اخبار ان اللي اتقبض عليهم اعترفوا ان سيادتك ورا الحادثه، ايه تعليقك على الكلام ده؟ شوفي يا أنسة، أنا ممكن أرفع عليك قضية بتهمة القذف والتشهير لما الإعلام يروج للأكاذيب والشائعات المضللة، يبقى إعلام داعر، وده بإذن الله لما هبقى ريس هحاربه من أول يوم. وبالنسبه للطعن اللي بتقدم في سيادتك بالنسبه للجنسيه الثانيه ولسه ما اتخذش فيه قرار؟ القرار إن شاء الله هيصدر فيه خلال ساعات، وبإذن الله خير. إعلام مضلل بعد إذنكم. ألف سلامة عليك يا سيادة اللواء. الله يسلمك. ايه صوروك بره؟ عيب عيب، مش أني اللي أتاجر بزيارتي لي. صحيح، انت هتتاجر في ايه ولا في ايه؟ أخي يسوء الاستقبال اللي انت بتقابلني بيه ده. دي عندك حق. سالي هاتيله بونبون. ها؟ بونبوني دي اقل حاجه نقدمها لك بعد البيان اللي طلعتوه امبارح، اللي فيه شجب وادانه وتعاطف. يا راجل ده انا الدمعه كانت هتفر من عيني لما قريته والله. أحب أكد لك إن كل كلمة جاءت في هذا البيان حقيقية وصحيحة جدا يا سيادة اللواء. لا بس لسه الداخلية ما قدمتش التقرير بتاعها. أحب أقول لحضرتك بقى إني أنا مش محتاج إنني أزيح حد من طريقي بالقوة أو أغتال حد. ليه بقى؟ لأن الصندوق أنا مالكه كويس، وأنت عندك علم بكده يا سيادة اللواء. اللي واثق من نفسه ما يخافش من أي حاجة. الخوف من اللعب والتلفيق زي حكاية الطعن والتشكيك في الجنسية اللي انتوا بتتكلموا فيها اليومين دول. لكن أحب أكد لك إن لا الداخلية ولا اللجنة العليا للانتخابات هيسمحوا بالمغامرة دي إنني أخرج من السباق الرئاسي. ليه بقى؟ لأن كل اللي بيحبوني وكل اللي عايزيني أبقى ريس هيولعوا في البلد دي نار. ونعم الديمقراطية. إيه ده؟ أنت كبرت أهو يا مجدي وبقيت بتهدد. أنا بس حبيت أنبهك لحقائق ممكن تكون غايبة عن حضرتك، مش أكتر من كده. أنا كل اللي عايزه إنني آخد فرصتي كاملة وبالصندوق. أنا مش فاهم، أنتوا خايفين من إيه؟ إحنا مين يا مجدي؟ أنت ورأفت الراوي، مش أنتوا اتحالفتوا مع بعض من ورايا؟ أنا مش نايم على وداني يا سيادة اللواء. حاشا لله، ده أنت كبرت وبقيت جامد قوي. عموما الحمد لله ربنا نجاني وهكمل الانتخابات عشان كل واحد فينا يعرف مقامه.
وبرضه مش صندوق. انست وشرفت. سامي اديله بونبوني من بتاع الضيوف بره. اتفضل معايا. افهم من اتصالك ان هو معاك دلوقتي؟ ما كنتش كلمت سيادتك دلوقتي. كان المفروض تكلمني من ساعه ما جالك اول مره في الشركه. ما انا كنتش عايز اشغلك بحاجات تافهه. والنتيجه ايه؟ انك بعت له 3 مرات ناس عشان تخلص عليه، وكل مره كنت بتخيب اكتر من اللي قبلها. صدقني يا ريس المره دي مش هتخيب. انت عارف كويس جدا ان ما كنتش هسيبك تلبسه من اول يوم. طبعا، ما هو ابن سيادتك. عموما اللي حصل ده مش هيعدي من غير حساب. المهم لقيتوه فين؟ في عوامه تمليك باسم ممدوح داغر. لقيتوا الحاجه معاه؟ لا. ورباب؟ الاوامر اتنفذت زي ما اتنفذت مع الدكتوره قبل كده. اوعى تفكر انك تتصرف من نفسك تاني يا رفيق. تحب سيادتك نخليه عندنا لغايه ما توصل بالسلامه؟ لا، انت اللي هتبعتهولي. ابعتهولك فين يا باشا؟ اسمع اللي بقولك عليه ونفذه بالحرف الواحد. اهلا يا بهوات، اتفضلوا اقعدوا. بقى اهم 2 عندي في الحمله يمشوا من غير ما اخد خبر. على اساس ايه بقى؟ ان احنا حمله تدعيم اسره مش حمله مرشح رئاسه. يا دكتور انا خرجت من هنا متهان ومتخون. لا من مين؟ من دكتوره نسمه ذات نفسها. دكتور انا حفيت ورا حضرتك عشان احكي لحضرتك اللي حصل، وحضرتك ولا مؤاخذه يعني كنت مصدر لي الطرش. دكتور والله انا لولا حضرتك كلمتني بنفسك انا ما كنت جيت المكان ده ولا عتبته تاني في حياتي. انا اصلا استغربت لما لقيت رقم حضرتك عندي على الموبايل. لكن معلش حاجه دماغك مش معانا خالص. حد فيكم ارتبط بشغل جديد؟ انا جالي اوفر في شركه ادفرتايزنج بس حضرتك عارف الماركت واقع في شغل يوم او 10 لا. انا نزلت الجورنان بس الشغل هناك ما يسرش خالص يعني. والنقابه اسخم وادل. بس ده مش معناه يا دكتور ان احنا ممكن نرجع نشتغل هنا تاني. بعد اذنك يا دكتور انا كرامتي ما تسمحليش بعد اللي حصل فيا. حتى لو نسمه سابت الحمله؟ سابتها تاني؟ بس المره دي على طول وبلا رجعه. ما تستغربوش قوي كده، انا احتمال برضه اسيبها. سيب ايه يا دكتور؟ الانتخابات. انتخابات ايه؟ دي فكره ولا قرار؟ فكره قربت تبقى قرار. واحد من المرشحين عرض عليا انسحب واشكل اول وزاره في عهده، ومعايا كل الصلاحيات بما فيها اختيار وزارات السياديه كمان. طب ومين اللي عرض على حضرتك العرض ده؟ كلتا الحالتين دي تبقى كارثه. ايوه. دخليه المكتب اللي جنبي بتاع نسمه وانا هخرج له حالا. بقول لكم ايه بقى؟ اقعدوا كده 5 دقايق فكروا مخمخوا لحد ما اقابل ضيف مهم وارجع لكم، بس حاولوا تدبروني ايه اصح حاجه ممكن اعملها دلوقتي. يا دكتور على اساس ان احنا اشتغلنا يعني؟ اشتغل بس اشتغل. دكتور تفتكري هيرجعهم تاني؟ والله كل شيء جايز. وحكايه الضيف اللي كل شويه ينط له ده، وربنا هيتمم بخير ولا حاجه؟ برضه كل شيء جايز. مش هاخد من وقت حضرتك كتير يا دكتور. يا سيدي ولا تاخد؟ حضرتك لسه ناوي تنسحب من الانتخابات؟ عندك حاجه تخليني اغير رايي؟ عندي. بالصدفه لقيت نقطه سوداء في تاريخ مجدي عبد العزيز عدوك اللدود. مجدي عبد العزيز كل تاريخه نقط سوداء، لكن للاسف ما بتاثرش في شعبيته. ده لان هو مصور نفسه قدام الناس ان هو كان من المعارضين، على اساس ان احنا هننسى ان هو كان بيقسم التورته مع السلطه. ننسى او ما ننساش انا وانت مش مهم. حاول كده تقنع اي حد من مؤيدينه بالكلام اللي انت بتقوله ده وشوف هيعمل معاك ايه. بس انا دكتور بكلمك عن جريمه مكتمله الاركان. جريمه ايه؟
عاملين لي حلبة مصارعة انت وهو يا حبايبي؟ يا باشا ده بوظ لي وش. ارمي بالك علينا بقى، انا لمستك. اخلص انت هو. انت يالا حبس اسبوعين في الانفرادي. امشي. ليه يا باشا انا عملت حاجه؟ كلمة كمان وقفلهم شهر. كويس انكم لحقتوه في الوقت المناسب، لو اتاخرتوا عليه شويه كان راح فيها. يروح في 60 داهية هو واشكاله، مش احسن من ودونا احنا في داهية؟ المهم امتى احنا نقدر نوديه الزنزانة؟ لازم يفضل 48 ساعه على الاقل تحت الملاحظه. عندك لغاية بكرة الصبح. لكن يا فندم مفيش لكن. انا هجيب نفسي استلم. اللي سيادتك تشوفه. صباح الخير يا جو. غلطة عمرك ان ما تخلصتش عليا في المستشفى مع اني نصحتك. ما تقولي من الاخر كده يا رفيق، انت شغال مع مين؟ صعبان عليا. كنت فاكرك ابتديت تتحسن. انت عرفت توصل لرجب الشال يا راجل. رجب الشال اللي احنا قتلناه مش كده؟ هو احنا قتلناه لحساب مين؟ انت عايز تعرف ايه كمان يا جو؟ عايز اعرف كل حاجه. انا رجعت من لندن عشان ادعم حمله رأفت الراوي، وبعد كده عايز اعرف كل حاجه حصلت بعد كده وحصلت ليه. انت لسه فاكر نفسك يوسف رمزي؟ ممكن تكون ممدوح داغر او مراد الشيشي. طيب قول لي انت انا مين فيهم؟ ما عنديش اوامر. امال هتعمل ايه؟ هتخلص عليا؟ برضه ما عنديش اوامر. امال عندك اوامر بايه؟ عندي اوامر ان اديك الحقنه دي واحطك في صندوق واشحنك على لندن، وهناك هم هيعرفوا يتصرفوا معاك. هما مين؟ لما توصل هتعرف. طيب بالنسبه للحاجه بتاعت فارس عسكر هتعمل فيها ايه؟ جو خليك في اللي انت فيه دلوقتي. من حوالي 6 سنين ابن مجدي عبد العزيز الكبير عبد العزيز عمل حادثة بالعربية في بلده المنصورة. المهم ودوا الراجل المستشفى ومات هناك. أهل القتيل عملوا لعبد العزيز محضر واكتشفوا فيه إن هو معهوش رخصة وقصر. مجدي لما عرف هو ورجالته طلعوا على الاسم وبالتراضي قدروا يقطعوا المحضر، وجابوا واحد تاني عملوا له محضر واعترف فيه إن هو اللي كان سايق العربية. الراجل ده لسه محبوس لغاية دلوقتي على ذمة القضية بتهمة القتل الخطأ. اللي قدام حضرتك ده المحضر الأولاني، الضابط فضل محتفظ بيه لغاية النهاردة. طب ما سهل قوي يقولوا ان المحضر ده متزور والكلام ده ما حصلش. يقول اللي يقولوه. جاسر عبد العظيم اللي محبوس مكان عبد العزيز عايز يتكلم وحاسس ان هو ضيع عمره. والضابط اللي رزق المحضر؟ الضابط ده صديقي اللي حكى لي على كل الكلام ده. هو طبعا قال لي ما جابش سيرته، انما لو ضغطنا عليه ممكن يجي يشهد في المحكمة. ده غير ان اهل جاسر كلهم عايزين يتكلموا. الكلام ده لو حقيقي؟ الكلام ده يا دكتور هو اللي هيرجعك السباق الانتخابي وهيرجعك بقوة. هتكلم صاحبك الضابط؟ هكلمه وهجيبه لغاية هنا. طيب سيب الورق ده هنا وانا هبقى اكلمك من غير ما توسط بينا نانسي، مفهوم؟ هو يوسف ما رجعش معاكم؟ دي غلطتي، ما كانش المفروض اسيبه ينزل لوحده. قصدك انه هرب؟ او اتخطف. عموما هو عارف العنوان، يعني لو ما اتخطفش اكيد هرب. ايوه اكيد ما هربش، اصله هيهرب ليه؟ ممكن يكون مش عايز يلبسنا في حيط اكتر من كده مثلا.
حسام ما رجعش؟ لا لا جه ولا اتكلم. طب انا هطلع اغير هدومي ولما يوسف يرجع تدوني خبر على طول. هفضل مستني كتير عقبال ما حد فيكم ينطق بكلمه. يا دكتور الكلام اللي هنا ده يودي في 60 داهيه. وده رايك كمان؟ ايوه لو صح الكلام ده ممكن يقلب الدنيا وما يعدلهاش. يعني مش هنشتري وقت المره دي زي حكايه الجنسيه الالماني. لا يا دكتور، ده حضرتك هنا تضرب التأثير ده في مليون. هو كده عنده أكتر من جريمة مخلة بالشرف، يعني لو قعدوا محاكمته هيروح ورا الشمس. ده كفايه بس ان الميديا تشم خبر. لا المره دي مش هنلعبها اعلام. امال هتتلعب ازاي يا دكتور؟ تاكدوا بس ان المعلومات دي صحيحه وانا هقول لكم على كل حاجه. يا دكتور بس بعد موضوع الدكتوره نسمع معايا. احنا مع بعض لحد نص الليل. لو الكلام ده طلع مظبوط يبقى احنا رجعنا على التراك وهنكمل سوا. اما بقى لو طلع اي كلام فنسلم على بعض ونقفلها بالضبه والمفتاح، بس في كلتا الحالتين نسمع ساوند. حلو الكلام ده؟ اسفه للمقاطعه بس لازم تفتحوا التلفزيون. خير في ايه تاني؟ بينقلوا مؤتمر اللجنه العليا للانتخابات، الطعن ضد مجدي عبد العزيز اترفض، يعني هيكمل. الله اكبر. ايه المفاجآت؟ جيتي امتى؟ النهارده الصبح. ايه؟ حصل مشاكل تاني؟ انا ورأفت خلاص. ايه؟ في الشغل ولا في الحياه؟ الاتنين. امسك. ايه ده؟ فرصتك الأخيرة. ساينايد؟ دقيقة واحدة ومش هتحس بأي حاجة. شوف أنت كده كده ميت. وايه الشغل العيال ده؟ جيب لي سم عشان انتحر بيه؟ طب ما تضربني بالنار وتخلص. لا ما بحبش أخالف الأوامر. بص هشقر عليك كل ساعة شوف لو فيصت ولا لأ. اعمل لي خير، خد الساينة وخلينا نفتح صفحة جديدة. انا عارف ان الكونيشن بابا كان زحمه، قلت انك هتتاخر. الله، ده انت بتراقبني بقى. لا حاشا لله، انا كنت براقب الراجل اللي كان معاك وخلع. الله، تكونش انت اللي خطفته؟ ماليش مصلحه. بعدين سيادتك انا لو عايزه هجيبه قانوني. طيب عملت لي ايه في الطلب اللي انا طلبته منك؟ ده ملف يوسف رمزي اللي مات الاسبوع اللي فات. حادثه عاديه على طريق المطار، بس مفيش جثه. يعني ايه مفيش جثه؟ عادي، يعني في ورق، في تقارير، في محاضر، بس لا في جثه ولا اتعملت دفنه ولا جنازه. وحتى امه اللي هي سهير مختفيه من ساعتها. ده كده حلوت قوي. الحاجه الوحيده بقى يا باشا اللي لقيتها محامي اسمه احمد فرغلي. ده المحامي اللي صفى ممتلكات يوسف رمزي وسهير اللي هي امه. هجيبه هنا واكيد هعرف اطلع منه بحاجه. طب وسهير دي ملهاش صوره؟ ملهاش، لا ليها بيانات في السجل المدني ولا في الجوازات. صحيح. بالنسبة بقى للحادثة بتاع يوسف اللي كان عندك في البيت، الحادثة بتاعته لا ليها ملف ولا محضر ولا أي حاجة. ده ملف شجن. صحيح نسيت أقول لك، مش عيلة عسكر رتبت زيارة ليوسف بيه اللي كان عندك عشان يزور زياد أخوهم في السجن؟ يبقى اسأله على الحكاية دي، جايز يقول لك حاجة. وانت سألت فارس عنها؟ أكيد، وأنكر طبعا. طيب أنا ليا طلب أخراني عندك. راح فين الورق؟
ده ورق هاله اللي كان في الشقه، صح كده؟ اتأخرت عليك؟ لا انا اللي جيت بدري. خير؟ خير قوي. طلب فارس عسكر عندي. هو فين؟ مش نتفق الاول؟ نتفق على ايه؟ انا ما قلتلكش لقينا الدليل اللي يثبت براءة زياد في عوامة باسم ممدوح داغر. تخيل. وعرفت مكان العوامه دي ازاي؟ دي شطارة. ماشي يا عم الشاطر. حد غيرك يعرف الموضوع ده؟ انا ويوسف رمزي بس. قصدك ممدوح داغر ها؟ كلهم اسامي. المهم انك تقول للاستاذ عسكر ان لو عايز الدليل هجيبه له في اي حته وفي اي وقت هو عايزه. بس طبعا لاقي شويه طلبات. عايز ايه يا رفيق؟ ايه دول؟ بطاقتك وباسبورك وتليفونك. مش فاهم. انا قلت لك هطلعك من الحكايه دي زي الشعره من العجين. انت اولا ما كنتيش في مصر ساعه ما الرصاص انضرب في شقتك. انت كنت في بلجراد. باسبور معاكي والاختام اللي فيه تخزق عين التخين. بس ده في شهود شافوني. في القانون الورق أصدق. بس ده تزوير. خلاص هاتي الورق. يعني انا كده مفيش اي حاجه عليا؟ لا، هترجعي شغلك بعد اسبوعين. انا خدت لك اجازه. هو حضرتك كمان وصلت لشركه الطيران؟ انت فاهمه انك انت اتعينتي في شركه الطيران بمجهودك لا سمح الله. انا اللي كنت عامل كل ده من بعيد لبعيد. انا كنت عارف انك انت لازم تبعدي شويه عني وعن الدنيا كلها، عشان كده عملت كل حاجه من بعيد لبعيد. وانا اللي كنت فاكره اني بهرب منك. اتاري كل حاجه ماشيه زي ما انت عايز. اوكي ميرسي جدا. معلومات كونفيرد 100%. اكتر من ضابط مباحث اكدها لي. وانا كمان يا دكتور كلمت ناس معارفي في بلد مجدي عبد العزيز وقالوا لي ان جاسر ده صنايعي غلبان على باب الله، وان مجدي عبد العزيز هو اللي اتفق معاه عشان يدخل السجن مكان ابنه، والبلد كلها عارفه ومفيش اي حد بيتكلم. واهل جاسر دول ممكن يتكلموا؟ زي ما مسكته بالفلوس ممكن يتكلموا بالفلوس. وجاسر ده بقى اخر تصريح زياره ليه، هاخده معايا المحامي واخليه يتكلم كده بقى ويلعلع. ايوه بس من غير ما نأذيه. مجدي ممكن يبعت له واحد جوه السجن عشان يسكته. هو مش حامل فضيحه جديده، الواد ده لو حصل له حاجه جوه السجن محدش هيشك غير فيه. وبعدين هو مش حامل حد ينكد عليه في وسط فرحته بالانتخابات ورجوعه. محدش هيشك غير فيه، ده لو الموضوع اتعرف. ما هو لازم يتعرف. ما انا قلت لكم من الاول مش هنلعبها المره دي اعلان. ايوه انا كنت فاكر حضرتك تقصد الاعلام التقليدي، تلفزيون جرايد، انما جيت بلوجرز السوشيال نتوركس والحاجات دي عادي. مش ده قصد حضرتك؟ لا مش ده قصدي. اطلبوا لي بس على التليفون. اطلب مين؟ مجدي عبد العزيز. دلوقتي؟ حالا. حضرتك هتكلمه بنفسك؟ هفهمكم بعدين. اطلبوا لي بس بسرعه. حضرتك شايف. ايوه يا حاج. ايوه معتز. الدكتور رأفت الراوي على التليفون وعايز يكلم حضرتك. حوليهولي. ايوه يا دكتور، عايز تبارك لي ولا ايه؟ والله يا باشمهندس تستاهل المباركه، بس انا للاسف مش بتصل بيك عشان كده. يبقى عايز تنكد عليا بقى. عايز اشوفك لو امكن. تحت امرك، تشرف في اي وقت. بلاش عندي ولا عندك،
الكلام اللي عايز اقوله لك ما ينفعش يتقال الا في مكان محايد. صدق انك انت ووشتني وخليت الفار يلعب في عبي. ويا ريت في اسرع وقت ممكن، يعني مثلا كمان ساعه في المكان اللي عجبك. الموضوع ما ينفعش يستنى لحد الصبح. ها قلت ايه؟ اقدر افهم ايه المقابله اللي في نصاص الليالي دي وبشكل كتيمي قوي على الاخر. باختصار كده يا مجدي عشان ما اطولش عليك، انا عايزك تنسحب من الانتخابات. يا راجل قول كلام غير ده. ليه؟ عايز تعرض عليا منصب رئيس وزراء زي ما عرضوا عليك حافظ مشهور؟ ما تستغربش، ما هو مفيش حاجه في بلدنا بتستنى اكتر من 24 ساعه من غير ما تتعرف. سلو بلدنا كده. على فكره انا مش مستغرب، بالعكس، وعشان برضه سلو بلدنا كده انا بعرض عليك تفضل مواطن حر شريف بره السجن يا مجدي. افسر كمان؟ يا راجل قول كلام غير ده. شوف، الزمن اللي انت بتتكلم عنه ده خلاص ولا وانتهى. دلوقتي احنا في زمن تاني، مفيش حد يقدر يسجن حد بسبب آرائه او انتماءاته السياسيه. مظبوط، بس ممكن يتسجن لو ارتكب جريمه او خالف القانون حتى لو بغرض نبيل، زي انه يحمي حد من ولاده مثلا. افسر كمان يا مجدي؟ افكرك بجاسر عبد العظيم ولا انت فاكر؟ مش ده الراجل اللي في السجن بدل ابنك؟ ما حصلش. من حقك تنكر، ومن حق الناس كمان يحكموا عليك لو الموضوع وصل للنيابه والمحاكم والاعلام. اطراف القضيه كلهم موجودين وهيشهدوا. ها قلت ايه؟ تنسحب بهداوه من الانتخابات ودار مداخلك شر، ولا نخش على الخطوه اللي بعديها؟ قدامك 24 ساعه يا مجدي عشان تاخد فيهم قرارك قبل الخبر ما يتعرف. معلش، سلو بلدنا كده. وعلى فكره، اي خطر هتعرض له جاسر جوه السجن هتبقى مسؤوليته في رقبتك انت وبس. مش هو الشاهد الوحيد، فما تتعبش نفسك معاه. اظن كده الموضوع طلع يستاهل المقابله الكتيمي في نصاص الليالي، ولا رايك ايه؟ منتظر ردك يا مجدي، ما تاخرش عليا. ما فتحش بقه طبعا. ما نطقش بكلمه. الف مبروك يا دكتوره. ما بقاش كمال الطوخي لو الراجل ده ما اعلنش انسحابه من بكره. كده يبقى فاضل حافظ مشهور. سوري يا دكتور، بس حافظ مشهور عمره ما كان منافس قوي لولا وجود واحد زي مجدي عبد العزيز. احنا كده نكسحه من غير ما نعرض عليه اي حاجه. يعني هنكمل؟ اه طبعا يا دكتور هنكمل. اخدتنا على اخويا انت يا دكتور، بس مش خساره فيك، نكمل طبعا. بس محتاجين شويه مجهود عشان نمحي الاثار المهببه اللي سابتها رباب عز الدين. لا خالص يا دكتور، احنا ممكن نحاول نوصل لها ونتفق معاها والدنيا تخلص. هي من ساعه ما اتهمت حضرتك بمحاوله قتلها وهي ما ظهرتش تاني، صح كده؟ صح، بس اكيد هتظهر تاني بمصيبه جديده الله اعلم ايه هي. في حاجه يا دكتور؟ يا دكتور ايه ده؟
يا هلا. ايوه يا يوسف، انت فين؟ لسه مش عارف بالظبط. انت مش كنت مع ايمن وانكل طاهر؟ ايه اللي حصل؟ في ناس اتهجمت عليا وخدوني معاهم، الظاهر كانوا مراقبين المكان. قولي لي الرقم اللي بكلمك منه ده ظاهر عندك؟ اه موجود. طيب كويس قوي. انا عايزك تكلمي حسام. حسام مين؟ حسام الظابط طليق. عايزك تديله الرقم ده. انا هسيب التليفون مفتوح عشان يحدد المكان اللي انا فيه. عايزه يجي على هنا بسرعه. وانت هتستناه عندك؟ لا انا هتحرك دلوقتي، بس هو لازم يجي بسرعه جدا. ها قولي له لو اتاخر ممكن يجي ما يلاقيش حاجه زي ما حصل مع الدكتوره سعاد. ارجوك يا هاله، رفيق ده هو اهم خيط ممكن يوصلنا لكل حاجه. حاضر حاضر. هو انت هتروح فين؟ هبقى اطمنك. مع السلامه. ايوه حسام. احنا اللي شفناه ده حقيقه ولا كابوس؟ حتى لو حقيقه احنا لازم نفوق بقى ونصحى، لان الموضوع كده طول وبوخ قوي. كده بقت تهمه جاهزه وثابته ما تخرش الميه. دافع للقتل، سبق اصرار وترصد، والمجني عليها بنفسها اتهمتني اني عايز اقتلها، واخيرا جثه عشان تبقى تلبس. بس احنا ازاي رحنا لمجدي عبد العزيز والجثه دي في العربيه وما خدناش بالنا؟ مش عارف، بيتهيألي ان ابن الابلسه ده هو اللي عمل فينا كده. كانش باين عليه، ده اتفاجئ بالاتهامات اللي رميتها في وشه، كان هينفجر لما طلبت منه بكل ثقه انه ينسحب. مش ممكن يكون الراجل ده شايل لنا التهمه دي لوقت مناسب؟ لو كان عارف حاجه زي كده كان لمح من بعيد، انا حافظه كويس. ما لو كده نسبق احنا قبل ما ياخد خبر ونبلغ البوليس. يعني نقول ان احنا لقينا الجثه دي في شنطه العربيه ومفيش اي دليل اننا قتلناها. ده انت مش بس عايز نخرج من الانتخابات، ده انت عايز نخرج من الدنيا دي كلها لما حبل المشنقه اتلف حوالين رقبتي. واحنا لو دارينا الجثه دي وخبيناها يبقى كده بنرتكب جريمه جديده. ما تتكلم يا كمان. اللي اقدر اقوله دلوقتي ان احنا لازم نوطي صوتنا شويه ونهدى، لان احنا مش لوحدنا. هم ايه اللي معادهم لغايه دلوقتي؟ اكيد وراهم شغل يعني. قول لهم يروحوا لحد ما نشوف هنعمل ايه. حاضر يا دكتور، ربنا يستر يعدي اللي جاي ده على خير. يلا يا جماعه تقدروا تتفضلوا دلوقتي عشان في ناس جايه تعمل صيانه وما ينفعش حد يبقى موجود هنا. صيانه وش الفجر؟ نعمل ايه؟ ده انسب وقت نعمل فيه شغل. امال ما حدش قال لنا من الصبح يعني؟ والله انا نفسي اتفاجئت زيكم والله يا اختي. يا اختي يلا يا جماعه، اللي يقدر يكمل شغله في البيت يتفضل، واللي ما يقدرش يجي بكره بعد الظهر ان شاء الله تكون الصيانه خلصت. قولوا يا رب. ما يلا يا جماعه، انتوا هتفضلوا مبرقين لي؟ ربنا يورينا فيه آية زي ما بوظ فرحتنا بيك يا باشمهندس. هو حضرتك ناوي تنسحب؟ لا، بس ده بيتكلم بقلب جامد قوي ومعاه ورق وشهود. ما لو كده يا ريس يبقى مفيش الا ان احنا نبدي مصلحة الحزب ونقدم مرشح احتياطي مثلا. نعم. ازاي؟ في حد في شعبية الباشمهندس؟ وبعدين الباشمهندس هو العقل السياسي اللي ورا كل خطوة بنخطوها في الحزب. خلاص يبقى نسكت الشهود ونسكت المسجون، ولو احتكم الامر نسكت رأفت نفسه. يا اخوان، رأفت الراوي مش هو اللي بينخور ورايا، لا، ده لا يملك الوسيلة ولا الحيلة ولا أي وسيلة من وسائل الدفاع. اللي حاططني في دماغه واحد تقيل قوي. حافظ مشهور مثلا؟ والله ليه لا، خصوصا ان احنا اكبر خطر قصاده. ده وصل بيه الامر انه يتهمنا بمحاولات اغتيال وخلافه. طب انا عندي رأي بس يعني يمكن يكون غريب شوية. احنا نطنش ولا كأن في اي حاجة حصلت ونكمل زي ما احنا ماشيين عادي. ولما الموضوع يتعرف والفضيحة تملى الدنيا، قانونا هتاخد لها 2-3 في المحاكم. شرعا نحن ليس علينا اي غبار، كانت حادثة قتل خطأ ودفعنا الدية. تحايلنا على قوانين وضعية ما أنزل الله بها من سلطان علشان ننجي أنفسنا. ولما التحايل ده يتسمى كذب وغش وتضليل وخداع، يسموه زي ما يسموه، دي وسائل مشروعة لحفظ الولد والأهل. وبعدين لو
في حد مكان حضرتك كان عمل زي ما انت عملت وزياده، ودي كمان هتزود شعبيه حضرتك عند الناس. كده الرهان يبقى خطر وزياده، والمرحله دي من الانتخابات ما تستحملش. دي مرحله حساسه يا اخوانا. ما هو ما ينفعش كمان ننسحب ونشمت فينا الراوي ومشهور. مش هننسحب، وانا هعمل تليفون وان شاء الله هنول منه المراد اللي احنا عايزينه. هتكلم مين يا باشمهندس؟ لما يجي لي الرد نبقى نقعد مع بعض ونتشاور فيه. وقيل قديما ما خاب من استشار. تشربوا قهوة؟ عصير. ما احنا ممكن نشوف حد بروفيشنال يخلصنا بدل ما نخلص منها احنا. بروفيشنال ازاي يعني؟ نروح نجيب حنوتي مثلا؟ نجيب واد مثلا خطر لبش كده يكون ده شغلهم. ده انت بتتفرج على افلام عربي كتير قوي بقى. ولما اللي انت بتتكلم عليه ده بقى سواء الدكتور بقى رئيس جمهوريه او ما بقاش يحط رقبتنا تحت رجليه ويبتزنا طول العمر. ما هو كمان اننا نبلغ البوليس مش اوبشن، واننا نخلص منها بنفسنا مش اوبشن. انت شايفه ايه الحل؟ معرفش بقى، نروح نرميها في اي حته في 60 داهيه ولا من شاف ولا من دري. ولما حد يلاقي الجثه عادي بقى، اللي يثبت انها كانت في شنطه. ورينا هيثبت ازاي ان هي كانت في شنطه العربيه. ولا ايه يا دكتور؟ ما تحضرنا الله لا يسيئك. ايه يا دكتور مالك يا دكتور؟ دكتور كويس؟ دكتور نوديك المستشفى. دكتور على مهلك. دكتور اتنفس نفس ده دكتور. فك الكرافات فك. اتنفس يا دكتور اتنفس. هو رفيق طالب كام؟ هو باشا بصراحة طالب رقم كبير، بس احنا ممكن نتفاوض معاه. مش هتفرق. كلمه وحدد معاه ميعاد وخليه يجي يقابلني لما نشوف. أمر يا باشا. مين معايا؟ ايه ده؟ ده مش صوت رفيق. بس ده صوت منتصر مش كده؟ يوسف، ازيك يا يوسف؟ للاسف رفيق مش هيعرف يرد عليك دلوقتي. يا اخي كل مدى بتثبتوا لي ان انتوا عاملينها فيا مع بعض. ده بأمارة لما احنا عملنا لك كل اللي انت عايزه وفي الاخر سبتنا وهربت. بقى انا ترفع عليا سلاح يا يوسف وتاخد مني العربيه؟ الشاطر اللي يعرف يحمي نفسه يا منتصر. تحمي نفسك من مين يا ابني انت؟ واحنا لو عايزين نسيك كنا سيبناك وانت تحت ايدينا. المهم انت صحيح لقيت المكان اللي كنت مخبي فيه دليل البراءه؟ ايوه لقيته. ما رجعتلناش ليه؟ طبعا عشان رفيق ضحك عليك وخده منك. الدليل معايا. طب ايه هو الدليل يا يوسف؟ سكت، يبقى مش معاك. بقول لك ايه، دلوقتي رفيق انتوا مش هتعرفوا تتفقوا معاه. اما انا بقى فسيب لي يومين كده وهكلمك. رفيق فين يا يوسف؟ قلت يومين وهكلمك. سلام. الحمد لله لسه في نبض. امال ماله؟
ممكن يكون ضغطه عالي فجاه. هو اصلا عنده الضغط؟ نعرف منين؟ تشوف الدكتور بتاعه. وهنعمل ايه بقى في الليله السوداء اللي مش باين لها صبح دي؟ لازم ننقله المستشفى، الحاله ممكن تكون بتتدهور واحنا مش واخدين بالنا. مستشفى ايه يا ابني؟ انت بتهزر؟ والتهمه اللي معانا في العربيه دي. خلاص نروح اجيب الدكتور بتاعه وانت استنى هنا جنبه ما تتحركش لغايه لا يا حبيبي، انت مش هتروح تجيب دكاتره، انت مش هتسيبني هنا مع جثتين. هي جثه واحده ما تفولش على الدكتور. بقول لك ايه، الدكتور اللي انت عايز تجيبه ده ممكن حضرتك تجيبه بالتليفون، مش لازم تروح له. ومين بقى هيرد عليك وش فجاه؟ مستعجل كمان في ايه؟ كلها مسافه السكه. اقسم بالله ما هسيبك تخرج من هنا غير رجلي على رجلك. بقول لك ايه تاني؟ انا مش مطمن. يا عم ما تقلقش، كلها مسافه السكه، هنجيب دكتور ونيجي. طب والعروسه اللي في شنطه العربيه دي؟ يا عم الحقيقه يبقى بالميت، نجيب دكتور وبعدين ربنا يسهلها. انت مين؟ ما تخافش يا دكتور، انا واحد ما تعرفوش. كنت جاي هنا الحمله عشان ادور على اي سكه اعرف اوصل لك بيها، عنوان، رقم تليفون، اي حاجه. كنتش فاكر اني هلاقيك هنا مستنيني ولوحدك كمان. انا شفتك قبل كده، قصدي شفت صورتك. ظابط وريهاني وسألني اذا كنت اعرفك ولا لا. تقصد سألك اذا كنت انا يوسف رمزي ولا لا، مش كده؟ ايوه. اكيد انت كمان بتسأل نفسك نفس السؤال، بس الحقيقه ده سؤال صعب قوي يا دكتور، اجابته مش عندي. شوف، انا هحكي لك حكايه وارجو انك تصدق كل كلمه بقولها، رغم ان انا نفسي مش مصدق، بس برضه هحكي لك لان انا ممكن افيدك وانت ممكن تفيدني. الحكايه ابتدت بحادثه عربيه. ده واخد حقنه تنيم في الاسبوع بحاله يا ريس. اتصرف في الرؤوف، عايز صاحي قدامي في نص ساعه. ما تستناهوش فوق، هاتولي مدروخ. حاضر سيادتك. وخلي حد يكشف لنا على الجثث اللي لقيناها النهارده. بيحصل يا فندم. وخلي 3-4 من الرجاله بتوعنا يدوروا في سجلات الشرطه على ضابط سابق يكون استقال او اقيل، يكون هو نفسه رفيق المناديل. فاهم حاجه؟ رفيق؟ بحاول سيادتك. اول ما يفوت كلمني. اتكل. هيحصل يا فندم، هنزل سيادتك. ولما لقيتهم هيورطوك بدأت أدور على أي طريقة أعرف أوصل لك بيها. افتكرت إن عنوان الحملة كان موجود على الكارت اللي اديتهولي نوع الله يرحمه. واديني قدامك أهو. بصراحه انا مش فاهم ولا حاجه باللي انت قلته ده. مش فاهم أي حاجة. طيب أنا هفكر معاك بصوت عالي يا دكتور. هما حل من الاتنين. يا إما أنا أكون يوسف رمزي بجد، ولما عملت الحادثة وغبت عن الوعي أسبوعين وتسرب خبر إن أنا فقدت الذاكرة، اتعمل عليا مؤامرة واتسرق مني اسمي وشركتي وبيتي وتاريخي، وانت اتخذت معايا في الرجلين بما اننا كنا هنعمل صفقة كبيرة. اما الاحتمال التاني بقى ان انا ما كنتش يوسف رمزي. في الحالة دي هكون جزء من مؤامرة بتتعمل عليك. يعني في الحالتين انت مستهدف. في حد عايز يخلص منك ومني بصرف النظر هو بيعمل كده ليه. والمطلوب مني دلوقتي ان انا اثق فيك واصدقك واتعامل معاك. بأمارة ايه؟ بأمارة انك ما عندكش حاجة تخسرها وما عندكش حل تاني. الحكاية بدأت معاك يا دكتور بتسجيل فيديو وصلت دلوقتي لجريمة ودم وجثة، وانا من الاخر ما عنديش اي مانع اخلصك من الجثة اللي عندك دي. دكتور رأفت، انت احتمال تكون رئيس دولة ومش اي دولة، دي دولة كبيرة. والسياسي الشاطر بقى ممكن يعقد صفقة مع الشيطان نفسه لو الصفقة دي فيها تبادل مصلحة.
وانا في الحقيقه مش هخلصك من الجثه اللي عندك دي لوجه الله. وايه المقابل اللي انت عايزه مني؟ فلوس؟ لا، مقابل انك تساعدني. انا بعد ما فقت من الكوما اول حاجه عملتها اني اتصلت برقم تليفون عندك هنا في الحمله، وبعد كده بدا يظهر لي ناس عايزين يخلصوا مني في كل حته زي الاشباح. في حد عندك هنا في الحمله بيبلغه، في واحد موجود هنا جزء من المؤامره اللي بكلمك عنها. لو في مؤامره بالحجم ده تبقى التليفونات متراقبه. جايز، بس برضه هم مش هيسيبوا كل حاجه للصدفه. انا متاكد انهم ليهم عين هنا. جايز كلامك صح. اديني مفتاح عربيتك وانا ساعتين زمن بالكتير واخلصك من المصيبه اللي عندك. بعد كده هسيب لك العربيه عند البيت وهدي المفتاح للبواب. وانت من ناحيتك بقى يا دكتور، انا واثق انك مش هتبخل باي مجهود عشان توصل للجاسوس اللي عندك، وده مش لمصلحتي بس، ده لمصلحتك انت كمان. ارجوك يا دكتور، ده اخر امل ليا عشان اوصل للحقيقه، ارجع لحياتي، اعرف اذا كنت انا يوسف رمزي بجد ولا يوسف رمزي ده مجرد اسم مؤقت لواحد معرفوش. ثق فيا يا امين، زي ما انا كمان هثق فيك يا امين. ضغطك عالي يا رأفت، الحمد لله جت سليم. انت اخدت الدواء امتى اخر مره؟ والله ما انا فاكر يا دكتور. لازم تقع من طولك يعني عشان تفتكر. انا هزود لك الجرعه، لكن انتظام مهم والراحه كمان. راحه ايه بس يا دكتور؟ ده الانتخابات على الابواب. يا سيدي عايزين توصل انتخابات سليم، هنعمل ايه برئيس مش قادر يسلك طوله؟ هتيجي معايا دلوقتي في العربيه عشان اوصلك البيت بنفسي. النهارده اجازه، راحه اجباريه. يلا بينا. طب بس هتكلم مع الولاد كلمتين. هتنجز وهستناك بره. عايز الحق انام، عندي عمليه الصبح. حاضر يا دكتور. الف سلامه ليك. اشكرك. عليك يا رب. السلامه. ميرسي يا دكتور شرف. ميرسي يا دكتور. خير بقى. ميرسي، مع السلامه. طبعا مش محتاج اوصيك. اكيد طبعا يا دكتور. انا هروح البيت دلوقتي بس انتوا تفضلوا هنا، وعايزكم تعملوا حاجه مهمه بس تنفذوها بسرعه جدا. بخصوص ايه؟ عاوز واحد من العيال المتقطعه اللي بتفهم في الكمبيوتر كويس قوي تكشف لنا عن كل الاجهزه اللي هنا. فحص عادي يعني؟ لا، عايزه يدور على حاجه معينه. حاجه زي ايه يا دكتور؟ بص يا سيدي،
ايه في ايه؟ يا اخوانا يا جدعان هو مفيش حد غيري في البلد دي. الو، الدكتورة نسمة الصاوي مش كده؟ مين عاوزها حضرتك؟ مش معقول مش عارفة صوتي حضرتك. أني مجدي عبد العزيز رئيس مصر القادم إن شاء الله. طبعا أنت مستغربة إن أنا بكلم حضرتك. خير يا باشمهندس. أنا كنت عايز سعادتك في شغل. شغل ازاي يعني؟ سياسة. مش حضرتك أستاذة في السياسة برضو؟ كنا عايزين من جنابك يعني استشارة صغيرة. حضرتك عاوز واحدة ست في استشارة؟ ده تغير دراماتيكي في اتجاهك وتفكيرك. معقول يا دكتورة حضرتك اللي تقولي الكلام ده؟ ده المرأة نصف المجتمع، ودي مش شعارات فارغة أبدا. وإن شاء الله لما هتشرفينا بالزيارة ونستبارك بيكي هتعرفي معنى كلامنا. أصل في كلام مهم كنت عاوز أقول لحضرتك، بس ده ما ينفعش يتقال في التليفون. وعلشان ما تقلش على جنابك هنبعت لك عربية خصوصي علشان ما نسببش أي إزعاج للسيد أخوك المحترم. الله، ده كل أخباري عند حضرتك أهو. أنا في الشغل ما بهزرش يا دكتورة نسمي. نبعت لسعادتك العربية إمتى؟ لا خالص، لو حضرتك عاوز تيجي تشوفني اتفضل شرفني في البيت عندي. اللي يريحك ويطمنك من ناحيتي نعمله. مسافة السكة أكون عند جنابك إن شاء الله. اتشرف. ألف سلامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتورة. ياه، لو تم اللي في دماغي من ناحية الدكتورة هتبقى جون، بس صوتها حلو قوي. اتفضلي يا ست الكل. ألف شكر يا مخلي. مين يا نانسي؟ ده عم خليل البواب، بيقول في واحد جاب عربيتك واداله المفتاح. انت كنت مسلفها لحد ولا ايه؟ ايوه كنت مسلفها. انت مالك؟ مش نايم كويس؟ انا ما نمتش خالص. ليه، تعبان ولا ايه؟ ما خدتش الدواء بتاعك؟ خدته. طب اكلم لك الدكتور؟ لسه موصلني دي شويه. يبقى محتاج تستريح شويه. مش هينفع، لازم البس واخرج حالا دلوقتي. تنزل تروح فين؟ الشغل يا نانسي. طب مش احسن تاخد اجازه النهارده؟ لا مش احسن، ولو سمحتي بقى كفايه رغي واسئله وسيبيني في حالي. ايه؟ لحقت تنساني؟ لا طبعا يا باشا. مش اتقابلنا عند رباب في المستشفى؟ صحيح. هي فين؟ معرفش، مش معاكم؟ انت مش اتفقت معاها بعد ما تخرج من المستشفى هتقعدها في شقة تبع الشركة؟ بس اتشغلت شوية كده، بس قلت انها في امان معاكم. هي مش في امان؟ طب سيبك من رباب وخليك في المصيبة اللي جابتك لحد هنا. مصيبة؟ ليه؟ هو انا فين وبعمل ايه؟ انت ضيف عندنا لحد ما نفهم بقى. وصلنا لقيناك في بيت قديم متخدر حواليك 3 جثث. ايه بقى؟ بيت مأجره بقالي 8 شهور، ورقه سليم، وبروح هناك من وقت للتاني. وبعدين؟ كنت في البيت بتفرج على التلفزيون، 3 دخلوا عليا خدروني، صحيت لقيت نفسي هنا.
مين اللي ضربهم بالنار؟ بقول لك خدروني، ما اعرفش. ممكن يكونوا ضربوا بعض، اتخانقوا مع بعض، حد دخل خلص عليهم. ما عنديش اي فكره. خلصوا عليهم وسابوك؟ ما اعرفش، ده شغلك مش شغلي. هو انت مش كنت ظابط برضه؟ مين ضحك عليك وقال لك الكلمتين دول؟ يجوز مضحوك عليا. طب قول لي انت كنت فين قبل سنتين؟ ايه كل الورق اللي عنك تاريخه بس في السنتين اللي فاتوا؟ ايه ما كنتش موجود قبل كده؟ فسرها بسهوله. كنت مهاجر في استراليا ولسه راجع من سنتين. يعني لو سألت عليك في السفارة هلاقي ورقك مظبوط؟ ولا بلاش اتعب نفسي؟ اتعب نفسك. والله انا حاسس ان انا هتعب نفسي على الفاضي. تعرف الست دي؟ لا. الدليل ده انت متاكد مع اللي اسمه رفيق؟ متاكد. الدليل كان في العوامه، انا بنفسي كنت ماسكه في ايدي، بس حتى ما لحقتش اعرف هو ايه. ايوه بس رفيق دلوقتي معانا. مش هيتكلم. انا متاكد انه مش هيتكلم. لا بس احنا عندنا الطرق اللي تخليه يتكلم. قوم انت ريح لك ساعه جنب صاحبك عبال ما بلغ حسام. ماشي. على اذنك. يوسف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انا هطلع اريح شويه وبالمره اطمن على ايمن. طيب أيمن مش فوق؟